يلعب الثلاثاء القادم الديربي العاصمي 98 في تاريخ قطبي كرة القدم الجزائرية بملعب 5 جويلية الأولمبي الذي افتقد مباراة الموسم في الجزائر منذ سنتين بعدما أغلق الملعب التحفة من أجل الترميم في ديربي ذهاب موسم 2013-2014 بعد وفاة مناصري الاتحاد سيفو وسفيان اللذان سقطا من أعلى المدرجات. المباراة ستجمع بين طرفين، الطرف الأول مولودية الجزائر والطرف الثاني اتحاد الجزائر، مباراة محلية ينشطها فريقان من منبع واحد، مباراة من قلب العاصمة بين باب الواد وسوسطارا. الغريمين الأزليين في ديربي من 6 نقاط، وهي مباراة بأهداف متباينة والفوز فيها حتمي لكلا الفريقين. مباراة بمعطيات جديدة بعدما أصبح أشبال حمدي يتربعون على عرش البطولة الوطنية بفارق 10 نقاط عن العميد الذي يحتل المركز الثالث ويطمح للتقليص قبل فوات الأوان. أنصار العميد يتشوقون لمشاهدة فريقهم يفوز بالدربي بعدما صامت التشكيلة العاصمية عن ذلك لموسمين كاملين في البطولة دون احتساب الفوز في الكأس الممتازة الموسم الماضي من رصاصة الرحمة التي جاءت من قدم سيد أحمد عواج. الإحصائيات والأرقام وعلى الورق الاتحاد فيها أحسن بكثير من المولودية، لكن العائد إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين سيتأكد من أن كل الأرقام في صالح عميد الأندية الجزائرية، حيث فاز أصحاب اللونين الأحمر والأخضر في 38 مناسبة مقابل 26 للاتحاد منذ تاريخ أول مواجهة رسمية بينهما في 14 نوفمبر 40900 بملعب بلوغين. العميد يتفوق كذلك على سوسطارا في عدد الانتصارات بكل الملاعب التي احتضنت الدربي، حيث فازت في 20 مناسبة ب5 جويلية مقابل 14 وب11 مواجهة في ملعب عمر حمادي مقابل 8 وب4 مقابلات نظيرة واحدة في ملعب 20 أوت بالعناصر. كما فازت المولودية ب3 مباريات في الأربعينيات من القرن الماضي بملعب سردون ما يعرف حاليا بملعب فرحاني. وتعادل الفريقان في عدد الانتصارات بملعب مصطفى شاكر بالبوليدة بفوز لكل واحد منهما، فيما فاز العميد بمباراة واحدة في كل من ملعب براكني والقليعة مقابل فوز وحيد لرفقاء زيري بملعب مرداس. أما بالنسبة لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية يعود دائما للمولودية ب4 انتصارات نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، وعن الرقم القياسي في عدد الدربيات دون هزيمة يعود كذلك للمولودية ب10 متتالية من 82 إلى غاية 90 مقابل 7 للاتحاد من 2000 إلى 2005. المولودية فازت بالدربي ذهابا وإيابا في 4 مواسم مقابل موسمين للاتحاد، وأثقل فوز في الدربي يعود للمولودية في لقاء البطولة ب4 أهداف لواحد موسم 85-86، في حين يتعادل الفريقان في عدد الانتصارات بثلاثية نظيفة ولم يتعدوا الرقم 3. وفازت المولودية مرة واحدة ب5 أهداف لواحد في كأس فوركونيا موسم 49-900 50-900، وأكبر عدد من الأهداف سجل في مباراة الكأس لموسم 81-82 في كأس الجمهورية التي انتهت ب4 أهداف في كل شبكة، وتأهل العميد فيها إلى نصف نهائي المنافسة بضربات الترجيح. العدد الإجمالي للأهداف منذ أول ديربي بين الفريقين هو 119 هدفا للمولودية و91 للاتحاد. الفريقان تقابلا في 5 نهائيات كأس الجمهورية، وتعود الغلبة للمولودية دائما بفوزها ب4 كؤوس مقابل 1. هداف الدربي يبقى دون منافس، ويتعلق الأمر بالمتوج ب5 أحذية ذهبية عبد السلام بوسري ب10 أهداف كاملة في الدربي، يليه بطروني ب8 أهداف للمولودية، وحسن طاهر ونور الدين دهان ب5 أهداف، وكمال شلابي وناصر قديورة من الاتحاد، بالإضافة إلى وصيف زنير باشي وضوء ب4 إحرازات لكل واحد. نبقى في عدد الأهداف المسجلة، لكن هذه المرة المذهلة منها ويبقى هدفي حارسي المولودية كاوا في نهائي الكأس لموسم 72-73 وزماموش في ثمن نهائي السيد الكأس موسم 2009-2010 الأكثر روعة في الدربي. بالنسبة لعدد الأهداف المسجلة من ضربات الترجيح سجلت المولودية 8 أهداف مقابل 6 للاتحاد، كما عجز أصحاب اللونين الأحمر والأسود في التسجيل على المولودية في 477 دقيقة، ما يعادل 5 دربيات متتالية وشوط واحد.
للإشارة فإنه رغم العدد الهائل من اللاعبين الذين تقمصوا ألوان الناديين إلا أن الجميع عجز في التسجيل في مرمى الفريقين.